السلام عليكم حبايبي. اهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منو وهو دبابيس فراخ بانيه بالبطاطس، وهنطلع معاه شويه سباكيتي بالطماطم صوص. بس قبل ما نبدا في المنيو دعمكم واشتراككم لنا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف المكونات بتاعتنا ايه وهنعمل المنيو بتاعنا النهارده ازاي. يلا بينا. طيب حبايبي، زي ما قلت لكم معانا النهارده دبابيس فراخ. ديت دبابيس الفراخ، بس اهم حاجه في المنيو دوت لازم نشيل الجلد بتاعها، لازم يتشال منها. وبعد كده بنغسلها كويس وبنجيب حله معانا اهي، بننزلها في الحله مع شويه توم مع شويه فلفل اسمر ورقتين ورق لوري، وبننزل بشويه صويا صوص. الصويا صوص اختياري يا جماعه مش اجباري. انا ليه بحط صويا صوص؟ عشان لو في زفاره فراخ تقتل زفاره الفراخ اكتر، ما يبقاش فيها زفاره فراخ. وبعد كده بنحط شويه ميه ونسلقها على البوتاجاز ونرجع لكم تاني. طيب حبايبي، نستغل الوقت ان الفراخ بتستوي فيه على البوتاجاز، بقصد اللي هي دبابيس الفراخ، وبنعمل الصلصه بتاعه الاسباجيتي. زي ما انتم شايفين كده، اقرب لكم الكاميرا. ها، بنجيب طاسه فيها شويه زيت. بصوا يا جماعه، المكونات اللي هي بتاعه الصلصه بتاعه الطماطم هقول لكم عليها، وديت المكونات الرئيسيه. بس اهم مكون فيها اللي هو ده، الريحان. حطي ريحان على صلصه الطماطم واكتبي لي في التعليقات، قولي لي طعمها ايه ورايك ايه، وكان عندي حق ولا لا. يا ريت تكتبي لي. ملح، رط بابريكا اللي هي البودره، توم سواء بودره او صابح مفيش مشكله، فلفل اسمر، معلقه سكر. والسكر بنحطه عشان يموت الحموضه بتاعت الطماطم. والصلصه وبصلايه. هو ده مكونات الصوص بتاع الاسباجيتي. بننزل بالبصلايه بنحمرها. طيب بعد ما البصلايه احمرت معايا بقوم نازل بشويه الثوم اهو، وبحمره مع البصلايه. وبعدين بقوم نازل بالطماطم بتاعتي. والريحان اللي انا قلت لكم عليه يا ريت نكتر منه شويه اهو. جربوه وهتدعوا لي. شويه فلفل اسمر اهو، والبابريكا الحمراء ضروري قوي يا جماعه في الطماطم صوص، بتديها لون خطير. بنكتر منها شويه اهي. وبننزل بالملح وبننزل بمعلقه السكر. هي ده يا جماعه الطماطم صوص، مش اكتر ولا اقل من كده. طيب حبايبي، دي دبابيس الفراخ بعد ما اتسلقت. خليناها من اللحم بتاعها اهي، وبنحتفظ بالعظم بتاعها. بعد كده اقول لكم ليه. ماشي. دي البطاطس كانت مسلوقه معانا، قشرناها وهرسناها. بطاطس مسلوقه ماشي. وشويه جبنه اللي هو التوست، الجبنه التوست او الجبنه الفلامنك، اي جبنه عندنا في البيت، او الجبنه بتاعه البيتزا او الموتزاريلا، اي جبنه عندنا في البيت. بنعمل ايه؟ بنحط الجبنه على البطاطس زي ما انتم شايفين. الجبنه على البطاطس، وبعد كده بنحط الفراخ اهو. ولازم الفراخ تبقى الكميه بتاعتها اكتر من كميه البطاطس. بننزل بالملح، بننزل بشويه بابريكا حمراء اللي هي البودره، شويه توم، وشويه فلفل اسمر.
وشويه بقدونس، يا بقدونس صابح يا بقدونس جاف اللي موجود عندنا اهو. وبعد كده بنعجنه كله مع بعض. طيب حبايبي، وده كان شكلها بعد ما عملناها. انا سبت واحده في الاخر اعملها قدامكم عشان تعرفوا هي بتتعمل ازاي. هنجيب شويه بطاطس بالفراخ والجبنه اللي احنا عملناها عجينه اهي زي ما انتم شايفين، وهنكورها في ايدينا كده زي ما انتم شايفين بالظبط، وهنقوم جايين خلي بالكم من النص وفاتحين كده اهو، مغوطين على قد ما نقدر بس ما يطلعش بره العجينه حته جبنه توست من بتاع التوست او اي نوع من الجبنه، وهنقوم داخلين بالعظمه بتاعت الفراخ كده. واهم حاجه عندنا نضغط من تحت اهو اهو اهو. انا عايز العجينه تثبت في العظمه على قد ما اقدر اهو. هو ده الشكل اللي انا عايزه بالظبط، شايفين؟ طيب حبايبي، وده بعد شكلها ما حطيناها في البقسماط والدقيق واللبن. بس انا اتعمدت اسيب واحده اعملها قدامكم عشان تعرفوا تعمل ازاي، لان طريقه البانيه بتاعتها هتبقى صعبه شويه وخاصه في البيض. طيب اهيت بعد ما كورناها وحطيناها في العظمه بتاعت الدبوسه، هنحطها في الدقيق عادي. الدقيق سهل مش صعب، بس بنبقى حذرين قوي واحنا ماسكينها عشان البطاطس مش عايزه تطلع من الدبوس بتاع الفرخه اهي. بعد كده بننضفها كويس من الدقيق. بصوا البيض بقى لما تيجوا تحطوها في البيض، هنقلب الصحن شويه بتاع البيض كده اهو، الصحن اهو ماشي، وهنمشيها كده بالطريقه دي اهي. بنقلبها كده اهو، ما فيهاش اي صعوبه، ونقوم جايين شايلينها كده تمام. بالنسبه للبقسماط مش صعبه ولا حاجه، حطينا في البقسماط واهو، بس بنبقى حذرين برضو واحنا ماسكينها عشان هي طريه اهي. طلعت معانا ولا صعبه ولا حاجه. طيب حبايبي، وده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلص الاسباجيتي، وديت دبابيس الفراخ المحشيه بالموتزاريلا والبطاطس. ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خطيره دي بقى، ما ينفعش معاها سكينه ولا شوكه ولا حاجه، هنقوم ماسكينها كده. شايفين؟ شايفين الجبنه مع البطاطس؟ بصوا اهي. جربوها وهتدعوا لي. طيب حبايبي، اتمنى يكون المنيو بتاع النهارده عجبكم. جربوه هيعجبكم قوي، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات اذا كان حلو، عجبكم ما عجبكمش، في اخطاء وقعنا فيها، عشان بس نشوف اذا كنا هنقدر نكمل ولا لا. ورجاء وليس امرا تعليقاتكم واشتراككم في القناه عندي عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.